ضيفنا النهاردة هو الباحث الرئيسي على مجموعة من الأبحاث المهمة اللي تناقلتها وسائل الإعلام الأمريكية والعالمية على نطاق واسع، وساهمت في فهمنا للمناعة ضد الكورونا والإنفلونزا ولقاحات الكورونا. اتنشرت في أهم المجلات العلمية زي نيتشر وسيل. ضيفنا النهاردة هو دكتور علي اللبيدي. أهلا بيكم في حلقة جديدة من رضوى ورضوى، برنامج بودكاست هدفنا فيه تبسيط العلوم ونشر الوعي الصحي. معاكم رضوى شرف، ورضوى عويش. دكاترة في كلية صيدلة. وحلقتنا النهاردة عندنا ضيف عزيز بيشرفنا بالحضور، دكتور علي، أستاذ مساعد بقسم المناعة كلية طب بجامعة واشنطن بمدينة سانت لويس في أمريكا، وقائم على معمل بحثي بيشتغل في مجال أبحاث المناعة. دكتور علي خريج كلية صيدلة القاهرة، بعدها انتقل لأمريكا علشان يعمل دكتوراه من جامعة تينيسي وأبحاث ما بعد الدكتوراه في جامعة أمري بولاية جورجيا في أمريكا، في معمل أحد أهم الدكاترة اللي بيشتغلوا في مجال أبحاث المناعة، دكتور رافي أحمد. منور يا دكتور. شكرا يا دكتورة رضوى، شكرا يا دكتورة رضوى. الحقيقة كنا حابين حضرتك تكلمنا شوية عن اهتماماتك البحثية وإزاي اتطورت مع الوقت. الأول بس أقول لهم شكرا ليكم أنتوا الاتنين على الاستضافة الجميلة، وأنا مبسوط إن أنا معاك، مبسوطة من المجهود اللي أنتوا بتبذلوه، دي حاجة جميلة. يعني المجال الرئيسي اللي أنا بنشتغل بيه في معملنا هو مجال المناعة، وبالأخص المناعة ضد الفيروسات. وطبعا برضه لو دخلنا في الأخص أكتر المناعة ضد الفيروسات بسبب الأمراض الرئوية. الموضوع بدأ كنت طالب في كلية الصيدلة جامعة القاهرة في سنة ثالثة. كان في محاضرة أو محاضرتين ثلاثة عن موضوع المناعة، ودي كانت أول مرة الحقيقة، كان أول مرة أشوف أو أسمع موضوع المناعة. ما كانش قبل كده، كل الدراسات كانت دايما في كلية صيدلة، ده الطبيعي يكون الدراسات متركزة على حاجات ليها علاقة بالأدوية، حاجات ليها علاقة بالكيمياء. بس كان في كورس واحد عن الأمراض اللي هي الميكروبيولوجي. بعد ما شفت أول محاضرات دي عن الموضوع المناعة، حسيت إن الموضوع ده مهم جدا، مش بس لحمايتنا من الكائنات الدقيقة أو حمايتنا من الفيروسات، بس حمايتنا حتى من الحاجات اللي هي زي خلايا السرطان، ودي خلايا موجودة فينا، موجودة خلايا طبيعية بس حصل لها تحور. فأنا الحقيقة الموضوع ده شدني قوي، موضوع المناعة. أنا في الأول طبعا كان الموضوع نظري، كانش في أي خبرة عملية، وده بتبدأ في أي حاجة إن الواحد بيبقى مهتم بحاجة بتشده حاجة، وده فعلا شدني في الفترة دي. ففكرت في قعدت أقرأ أكتر في الموضوع بره موضوع المقرر أو بره موضوع المحاضرة. فلقيت نفسي برضو بتشد أكتر للموضوع، فحسيت إن هو ده فعلا حاجة يعني ما بيشوفهاش كتير، إن هو الواحد يبقى مشدود لمادة معينة وبيبقى مهتم بيها أكتر من إن هو بس مهتم بيها إن هو ينجح فيها أو يجيب تقدير كويس فيها زي ما كنت بفكر في أغلب المواد. ساعتها حسيت إن دي في حاجة مختلفة. فبعد ما خلصت وبعد ما تعينت معيد، اخترت إن أنا أخش قسم الميكروبيولوجي برضه في كلية صيدلة، علشان كمعيد أتعين هناك علشان أبقى أقدر أدرس بطريقة أكتر. وبعدين جت الفرصة إن أنا سافرت عشان أدرس الدكتوراه هنا في أمريكا. وزي ما أنت بدأتي يا دكتور رضوان، إن أنا بعد كده بقى، بعد ما الواحد يسافر تبقى في فرص تانية، الواحد بيتعلم بقى الفكرة، بقى بيبدأ يتعلم الجزء العملي من الموضوع، يبدأ خلاص شوية الموضوع النظري بيبدأ برضه يزيد، بس الموضوع العملي يزيد أكتر، فيبدأ يعرف يفكر. وأهم حاجة في موضوع الدكتوراه إزاي الواحد يقعد يفكر فيه هو السؤال المهم، إزاي تختار السؤال وإزاي تجاوب عليه، وإزاي تعرف الإكسبيرمنتس أو الاختبارات اللي أنت ممكن تعملها عشان تجاوب على السؤال ده. ودي فكرة الدكتوراه، إزاي تعرف تكتب وإزاي تعرف تعمل الحاجات دي. وبعد كده بتفتح لك بقى أبواب مختلفة، وبتشوف أجزاء حاجات ما كنتش أنت تعرفها، وبيعدي بقى الموضوع بالطريقة دي. بتبدأ تستمر الحياة ان انت تفولو، ان الواحد يمشي ورا، اهم حاجة يمشي ورا حاجة هو حاسس ان هي سؤال مهم، وفي نفس الوقت عايز يعرف حاجة اكتر عنها. فلحد دلوقتي والحمد لله، الموضوع اللي هو لسه من ساعة 2003 اكشلي، هو ده الفترة اللي خدت فيها المحاضرة بتاعة المناعة، يعني بالظبط من 20 سنة. لحد دلوقتي لسه في حاجة، يعني الموضوع لسه بيشدني، ودي اهم حاجة، لان الواحد عدى على كتير، بس برضه لحد دلوقتي لسه الموضوع ده بيشدني. حاجة جميلة جدا يا دكتور. موضوع المناعة فعلا بحس الطلبة كتير بيجوا يقولوا لي نفس الكلام ده بالظبط بعد ما بيحضروا أول يعني كام محاضرة في مجال المناعة. هو سبحان الله من أجمل الحاجات اللي بتحصل في جسمنا هو الخلايا المناعية، ازاي بتتكلم مع بعض وازاي بيبقى ليها رد فعل لما تشوف حاجة غريبة. الموضوع كله على بعض بحس إن هو من أعجب الحاجات الموجودة في الدنيا سبحان الله. ففعلا يعني احنا هندخل بقى شوية في الجزء المناعي ونسأل حضرتك، طيب حضرتك تخصصت في المناعة وتدرس اللقاحات ضد فيروسات معينة، فممكن حضرتك توضح او تبسط للناس ايه اللي بيحصل لما
حد بياخد تطعيم لأول مرة، ايه رد الفعل اللي بيحصل والجسم بيعمل ايه بالظبط، وايه اللي حضرتك لقيته او درسته على مدار السنين اللي حضرتك درست فيها الحاجات دي؟ جهاز المناعة ممكن يعني أقرب حاجة تتشبه له. الواحد ممكن يفكر في حاجات كتير، بس أقرب حاجة تفكري فيها في جهاز المناعة إن هو عبارة بالظبط عن جيش دفاع. وهو جهاز معقد، يعني هو جهاز مركب فيه حاجات كتير، فيه خلايا، فيه أنسجة، فيه أعضاء، فيه غدد، كلها متصلة بعضها بشبكة معقدة. بس هي الشبكة دي ليها غرض واحد. حاولنا نقول إيه هو الغرض الرئيسي لجهاز المناعة من الأول خالص. هو الغرض الرئيسي إن هو يقدر يحدد الحاجة اللي هي دخلت على الجسم دي، أو الحاجة الموجودة أو اللي جهاز المناعة قادر يشوفها. الحاجة دي حاجة غريبة ولا حاجة من جسم الإنسان نفسه. التفرقة دي هي دي أساس المناعة. التفرقة دي بتحدد كل شيء. بتحدد مثلا لو هو في جهاز، بنعرف منها لو جهاز المناعة ضعيف، بنعرف إزاي إن جهاز المناعة في شخص معين ضعيف. لو حصل له عدوى متكررة من فيروسات أو من حاجات، مفروض إن جهازنا يقدر أو جهاز المناعة يقدر يحدد إن الحاجة دي حاجة غريبة فيقدر يتخلص منها. والناحية التانية جهاز المناعة ممكن ما يكونش ضعيف، بس برضه ممكن يسبب مشكلة. ممكن يسبب مشكلة لأن هو يتفاعل بطريقة مبالغ فيها مع حاجات مفروض إنه كان يعرف إن هي تبع، أو تتحدد إن هي تبع جسم الإنسان. وده اللي بيطلع منه الأمراض المناعية. فهو لو واحد فكر فيها التوازن بين الموضوع، إن هو جهاز المناعة يكون يعني قوي enough، يعني جهاز المناعة يكون عنده درجة من إن هو يقدر في نفس الوقت يوازن بين إن هو جهاز المناعة يقدر يحدد الحاجات الغريبة عن الجسم ويقدر يعمل لها إزالة من الجسم. والحاجة التانية إن هو برضه يقدر يحدد الحاجات اللي هي تبع الجسم ما يهاجمهاش، فما فيش أمراض مناعية. فإحنا كلنا عايشين في الحتة اللي هي في النص دي، الحتة اللي هي في الموازنة دي. بس اللي بيحصل بقى، بيحصل تغيرات كل ما احنا عايشين. إن الجسم بيتغير، جهاز المناعة بيتغير، قدرته بتتغير. وده اللي بيحصل في الناس مثلا اللي بعد 70 سنة مثلا، لما بتحصل بقى أمراض ما كانتش موجودة قبل كده لأن تغيرات في جهاز المناعة. فده دكتور رضوى اللي بيقول لنا على اللي انت قلتيه في الأول في الانترودكشن، اللي هو موضوع جهاز المناعة. جهاز بيتدخل في حاجات كتير قوي، تقريبا في كل حاجة في الجسم في مكون مناعي. لازم يكون جهاز المناعة دي داخل فيها كل الوظائف، أغلب الوظائف دلوقتي في أغلب الأمراض. حتى دلوقتي بنتعلم حاجات لسه، دي حاجات جديدة، ازاي حتى جهاز المناعة بيتدخل في الخلايا العصبية وتواصل الخلايا العصبية مع بعضها. ودلوقتي بنتعلم ان أمراض كان في الأول بنعتقد ان هي ملهاش أي دعوة بجهاز المناعة، زي أمراض الزهايمر، زي الدمنشيا، الحاجات اللي هي ما كناش متخيلين ان جهاز المناعة ممكن يكون ليه علاقة بيها. دلوقتي بنتعلم ان جهاز المناعة لاعب أساسي في هذه الأمراض، ولازم نفهم ايه دوره عشان نقدر نفهم ازاي نعرف نعمل علاج. نرجع للسؤال. كان معلش انا دي كانت علشان الواحد يعرف هو ايه دور جهاز المناعه. نبدا لو واحد خد تطعيم دلوقتي، لو احنا فرضنا ان في طفل صغير خلاص لسه مولود، وفي تطعيمات الولاده مهمه جدا. التطعيم ده وفي ناس بتقلق بتقول انا ابني او بنتي صغير لسه مولودين هديهم تطعيمات كتير. دي ليه؟ التطعيمات دي مهمه علشان احنا بالظبط بنجيب الجيش ده، بنجيب الجنود بتوع الجيش بنديهم محاضره. هو ده التطعيم. بنقول لهم هنتعلم دلوقتي الشكل الخارجي والمكونات بتاع واحد من اعداء اللي ممكن يخشوا على الجسم. دي بالظبط المحاضره اللي هي بتاعت التطعيم. اللي بيحصل ان احنا لما انت تتعلم، انت دلوقتي لو انت موقف كل جنودك على الحدود وبتقول لهم لو حد غريب جه هتتفاعل معاه او هتتعامل معاه بالطريقه دي، وطبعا مدربينهم في طريقه التدريب. بس طبعا هيبقى التفاعل او التعامل ده هيكون بطريقه اسرع بكتير لو هم الجنود اللي على الحدود دول عارفين الشكل المعين. هو في الاول اول ما بيجي حد غريب لازم الاول يبصوا عليه يشوفوا هو ده غريب فعلا ولا حد تبعنا، ولا هو كان حد مننا راح حته وراجع تاني. لا، هو دلوقتي باصين ان الشكل ده، متعلمين خدوا المحاضره ان الشكل ده غريب، فاكيد تعاملهم معاه يبقى اسرع. وفي حاله الفيروسات عامل الوقت ده عامل مهم، ان انت تعرف تتعامل بسرعه، لان الفيروسات تتكاثر بسرعه اكبر بكتير من خلايانا ان هي تتكاثر. فاحنا دلوقتي لو عرفنا، لو هي الموضوع بيعتمد مين الاسرع في الاول، فكل ما احنا اتعرفنا عليه بطريقه اسرع وتعاملنا بطريقه اسرع جهاز المناعه، كل ما قدرنا نلمت او نحدد ان الفيروسات دي ما تقدرش توصل، يقدروا يتكاثروا بعدد كبير جدا ويأثر علينا، ونقدر ناخد بقى كل الحاجات الأعراض ونخش في الموضوع كله. فاحنا أول حاجة المحاضرة للجنود دول، المحاضرة للناس اللي واقفين على
على الحدود. هو ده التطعيم اللي بيحصل، ان احنا خلايا مختلفه زي ما قلت، جهاز المناعه فيه خلايا مختلفه كلها متصله، كل حاجه ليها وظيفه معينه. في خلايا هتاخد التطعيم وتكسره بحيث ان هو تخليه يقدر تتعرف عليه خلايا تانية تحتيها. فهو ممكن تخيلي انت داخله في مصنع ودخلتي الماده الخام الاول من بره، اول قسم خدوه كسروه عشان القسم التاني يقدروا يخشوا في المرحله اللي بعد كده. وبعد كده في اخر اللاين ده، في اخر الخط ده كله، في الناس اللي هتحدد او الخلايا اللي هتحدد احنا هنكون ايه هو المكون الرئيسي في مقاومتنا للجسم ده، للجسم الغريب. في اغلب الاحيان بالنسبه لكل الفاكسينات او كل اللقاحات اللي احنا حاليا بنستخدمها، بيبقى حاجه اسمها اجسام مضاده. الاجسام المضاده دي مجموعه من البروتينات اللي هي تقدر، يعني بمعنى صح، تقدر تمسك او تقدر تغطي الشكل الخارجي. ودي حته مهمه جدا لما نتكلم في الفيروسات، بتغطي الشكل الخارجي للفيروس. الاجسام المضاده دي تقدر ترتبط بالفيروس من الخارج، فالفيروس ما بيقدرش يرتبط بالاجسام اللي هو مفروض يدخلها عشان يتسبب العدوى. ودي بتبقى خلايا في جسمنا. مثلا في فيروس مثلا زي السارس كوفي 2 او زي الانفلونزا، الفيروس محتاج يرتبط بالخلايا بتاعه الرئتين عشان يقدر يحصل له التكاثر ويقدر يخش في دوره الحياه بتاعته. فانت لما يكون في اجسام مضاده ترتبط بالفيروس من الخارج، من بره الفيروس، ما بيبقاش قادر يعمل الارتباط ده بالخلايا. وده فايده الفاكسين، ازاي نحضر اجسام مضاده جاهزه لما الفيروس يبدا يحصل له ديتكشن او يحصل له ان هو نتعرف عليه كجهاز المناعه، نقدر نكون جاهزين بالاجسام المضاده. هي دي فايده الفاكسين. عرفنا ان الفيروس ده او الشكل ده في الفيروس ده حاجه غريبه لازم يتم التعامل معها بسرعه. حلو قوي يا دكتور تشبيه المحاضرة دوت. يعني طبعا احنا أملنا إن خلايا جهاز المناعة مركزة في المحاضرات اللي بتاخدها زي بالظبط ما الطلبة عندنا بيركزوا في محاضراتهم في الكلية. بس أعتقد يعني السؤال الذهبي وقت فترة كورونا ناس كتيرة كانت بتتساءله، هل هي محاضرة واحدة بتعلم الدرس مدى الحياة؟ يعني المناعة اللي بتتكون ضد اللقاح أو التطعيم اللي بناخده ممكن تستمر فترة طويلة ولا فترة قصيرة؟ إزاي أصلا بنجاوب على السؤال دوت؟ وحضرتك أنا عارفة ده كان من ضمن الأسئلة المهمة اللي المعمل بتاع حضرتك شغال عليها، فتوصلتوا فيها لإيه؟ ده سؤال مهم جدا، لأن هو فعلا الموضوع يختلف باختلاف الفيروسات. يعني هو جواب السؤال ده ما يعتمدش على جهاز المناعة أكتر ما يعتمد على الفيروس نفسه اللي جهاز المناعة بيتعامل معاه. يعني مثلا لو خدنا أمثلة، مثلا إحنا عندنا في فيروسات كانت من 50 60 70 سنة، كانت فيروسات بتسبب قلق كتير. احنا دلوقتي في فترة الصيف، لو فكرنا في فترة الصيف في الأربعينات والخمسينات من القرن اللي فات، كان في كل صيف كان في كابوس لكل الأبهات والأمهات. لأن كابوس إن هو الولد يجي أو البنت الصغيرة تيجي برجلها وجعها، لأن ده ممكن يكون شلل أطفال. في فيروسات، ولو رجعنا 50 60 سنة قبل كده، الجديري، فكان في فيروسات بتسبب حاجات كتير جدا لينا كجنس بشري. الفيروسات دي حاليا محدش بيسمع عنها. السبب ايه؟ السبب مش ان الفيروسات دي اختفت. هو فيها طبعا الجدير اختفى، بس في فيروسات قعدت احنا قدرنا نتحكم فيها، او جهاز المناعة عرفنا نتحكم فيها عن طريق اللقاحات. طب ليه قدرنا نتحكم فيها؟ لان الفيروس نفسه بطبيعته ما تتحورش. فاحنا لما عملنا المحاضرة وبعد ما عملنا المحاضرة الأولانية خالص من سنين، كونا خلايا ذاكرة، خلايا قدرت تتعرف على الشكل الفيروس، الشكل الخارجي. والخلايا دي جاهزة إن هي أول ما نتعرض للفيروس ده تاني نقدر بسرعة الخلايا دي تنتج أجسام مضادة تخلصنا من الفيروس ده. فده عشان كده إحنا ما عندناش مشكلة من شلل الأطفال عشان التطعيمات، ما عندناش مشكلة من حاجات كتير، الجدري، في حاجات، في أمراض كتير من الأمراض زي التيتانوس، برضه من الأمراض اللي إحنا اتحكمنا فيها كتير عن طريق التطعيمات. دي حاجات دي كانت مميتة من 100 سنة للأطفال وبعض الكبار. فدلوقتي فهي الفكرة بتتحول إزاي يقدر الفيروس يتحور ويتغلب على اوريدي الخط المناعي اللي إحنا عملناه ولا لأ. في فيروسات تانية، والفيروسات دي ليها يعني عيلة كبيرة من الفيروسات، يعني كلهم متشاركين في حاجة معينة، زي فيروس الإنفلونزا وزي فيروس الإيدز أو المسبب لمرض الإيدز. في بعد كده فيروس اللي هو سارس كوفي 2 اللي هو برضو بينضم للعيلة دي. الفيروسات دي بتقدر تحور من الشكل الخارجي دي، وده طبعا ليه أسباب، وأسباب مش هنقدر نخش فيها دلوقتي. بس هم عندهم المقدرة إن هم الفيروسات دي عندها المقدرة إن هو أول ما بيحصل لهم تكاثر في
خلال عملية التكاثر دي بيبقى فيه تحورات بتحصل. طب ليه التحورات دي بتبقى مشكلة؟ لأن التحورات دي ساعات بتغير حاجات في الشكل الخارجي. فلو افتكرنا موضوع المحاضرة والجنود على الحدود اللي هم شايف حاطين صورة كده، كل واحد حاطط صورة في جيبه، لو جالك الشكل الفلاني ده على طول تعرف إن هو غريب، لازم نتعامل معاه ونتعامل معاه بسرعة. طب والله لو الشخص اللي جاي ده الغريب كان في الصورة شخص عادي جدا، دلوقتي جالنا شخص شبهه بس في شنب، في دقن طويلة، وفي شعر ما كانش في شعر في الأول مثلا، دلوقتي هو احنا دلوقتي هو شبهه بس يعني في حاجات مختلفة، فاحنا ده بيخلي الجهاز لا غالبا احنا غلطانين، احنا مش احنا متعرفناش على نفس الشكل. فدي المشكلة دلوقتي في الحالة دي احنا لازم نعمل ايه؟ نعمل محاضرة، اللي هي المحاضرة المنشطة، اللي هي الجرعة المنشطة، ان احنا نرجعهم تاني للمحاضرة، كل الجنود يرجعوا تاني ونقول لهم لا ده في الشكل اتغير، الفيروس اتحور، فلازم تبقى عارف مش بس الشكل القديم، خد خليها صورتين بقى، ما نمسك الصورة واحدة. ودي فكرة الجرعات المنشطة في الحالة دي. فده اللي حصل ده اللي بيحصل كل سنة في الإنفلونزا، وده اللي بيحصل كل سنة، عشان كده كل سنة بنغير الفاكسين، عشان ده الإنفلونزا يعني أستاذ ماكر في موضوع التحورات اللي كفيروس يعني. ودلوقتي في موضوع السارس كوفي 2 نفس المشكلة، وإن كان الحمد لله يعني لحد دلوقتي بدرجة أقل، بس في نفس الوقت لسه بنتعلم عن الفيروس، ففي حاجات كتير لسه ما نعرفهاش، ما نقدرش نقول إن إحنا خلاص في بر الأمان. إحنا طبعا في موقف أحسن بكتير من 3 سنين فاتوا. جميل أوي يا دكتور. طيب هو طبعا السارس كوفي 2 هو الفيروس اللي بيسبب مرض الكورونا. يعني بالنسبة لموضوع الوقت، وده حاجة ناس كتير بتسألها، هل احنا عارفين مثلا يعني الموضوع ممكن يستمر مدة قد ايه؟ يعني من ضمن الشغل اللي حضرتك عملته في المعمل عند حضرتك هو ان احنا عرفنا ان المناعة من التطعيمات اللي هي تطعيمات ال RNA ممكن فعلا تستمر فترة طويلة، تطعيمات ال RNA ضد الكورونا. وهي كانت تطعيمات يعني أول مرة البشرية تستخدمها على النطاق الواسع ده كان في الوباء بتاع الكورونا. ممكن حضرتك تكلمنا عن الاكتشاف بتاع موضوع الوقت، فترة قد إيه، وإيه اللي اتعلمناه بخصوص النوع ده من اللقاحات اللي أول مرة تستخدم على النطاق ده؟ السؤال ده مهم برضو، لأن فكرته بتعتمد على إحنا عايزين إيه من اللقاح. إحنا عايزين اللقاح إيه هو الهدف من اللقاح؟ هل الهدف من اللقاح إن هو يمنع أي عدوى، يعني يمنعها خالص إن هي تبدأ، ولا الهدف من اللقاح إن هو ممكن واحد يحصل له عدوى خفيفة بس ما يحتاجش يروح المستشفى؟ طبعا مش هيموت. فرق بين ده وده، وبين الفرق بين الدرجتين فرق كبير جدا. إن أنت ممكن واحد ياخد لقاح، بس الفرق ان هو بدل ما كان هيقع خالص وهيحتاج يروح يخش على جهاز تنفس صناعي وهيقعد اسبوعين في المستشفى، لا والله هو جاله يعني دور برد خفيف جدا، يعني ممكن ما حسش بيه، بس هي العدوى حصلت في الحالتين. فهو هل المطلوب او هل التوقعات بتاعتنا اللقاح ده يمنع العدوى خالص، ولا اللقاح ده هيقدر يخفف من درجة العدوى بطريقة كبيرة جدا لدرجة ان هي ما تأثرش على النظام الصحي، او ما تاثرش علينا كمجتمع؟ فهو ده الفكره الرئيسيه. الحاجه التانيه الوقت بتاع احنا قد ايه هنبدا، لو خدنا لقاح زي الار ان اي، لو هنقدر قد ايه يقدر يخلينا ريدي للفيروس، او خلينا مثلا درجه الحمايه تفضل موجوده لقد ايه. تختلف طبعا، في عوامل كتير بتتحكم في الموضوع. محدش يقدر يقول انت اكيد انت في ال3 شهور الجايين او في ال6 شهور الجايين انت مش محتاج اي حاجه. دي صعبة قوي الواحد يقدر يحددها لكذا سبب. يعني احنا مثلا بنقول في لقاح زي اللقاح التيتانوس اللي احنا بناخده، مفروض كأي حد من أكبر من 18 سنة بياخد اللقاح ده كل 10 سنين. احنا ليه جبنا، أو يعني المفروض إن ياخد اللقاح ده كل 10 سنين؟ طب احنا جبنا ليه موضوع ال10 سنين ده؟ لأن احنا لقينا إن بعد الدراسات الطويلة والكتيرة إن إحنا كل 10 سنين المنسوب بتاع الأجسام المضادة في جسمنا بيقل بدرجة تخلينا أكتر عرضة لإن إحنا يجيلنا العدوى. فإحنا لما ناخدها كل 10 سنين بنرجع المنسوب من الأجسام المضادة لحاجة عالية، لليفل عالي، فبنبدأ إن إحنا يبقى كويسين. بس الموضوع ده قدرنا نحدده لأن التيتانوس بكتيريا نفسها، التوكسين اللي هو ان احنا بناخد او الماده اللي هي السامه في البكتيريا اللي احنا بناخد التطعيم عشانها، ما بتتغيرش، شكلها ما بيتغيرش. فاحنا عارفين ان الشكل ده مش هيتغير، ففي حاجه ثابته في الموضوع بنحارب. دلوقتي المشكله في الفيروسات زي الكورونا وزي الانفلونزا ان احنا مش هنقدر الفاكتور ده او العامل ده
مش ثابت، متغير، فما اقدرش ان انا احدد الوقت. لو الفيروس، لو العامل ده ثابت، ممكن نبدا نتعلم ده احنا محتاجين منسوب معين من المجسام المضادة في الدم عشان نقدر نبقى محميين ان احنا نحتاج نروح المستشفى مثلا. وده فاكتور مهم. دلوقتي الفاكتور التاني، أول حاجة الفيروس. الفاكتور التاني إن إحنا مختلفين، كل واحد فينا مختلف بطريقة إن هو ممكن يكون لسبب من الأسباب عرضة أكتر إن هو الشخص الفلاني لما تجيله العدوى، بغض النظر عن يعني خد فاكسين قد إيه، خد تطعيمات قد إيه، بس الشخص ده عنده حالات تانية، حالات مرضية تانية مزمنة بتأدي إن الشخص ده أكتر عرضة إن هو لازم يروح المستشفى. عنده حاجات مرض رئوي معين، عنده حاجات احنا عارفين طبعا في حاجات كتير بيبقى حاجات ملهاش دعوة مباشرة بالفيروس، بس ليها علاقة باستجابة الجسم للفيروس. فدي حاجات برضو لازم تاخد في الحسبان. في ناس بتاخد أدوية مثبطة للمناعة، أسباب كتير جدا طبعا، أسباب زي اللي احنا اتكلمنا عليها في الأول خالص، الأمراض المناعية. احنا بناخد أدوية عشان تبطئ المناعة أو تضعف المناعة في بعض الأشخاص، أو الأشخاص دول هيكونوا أكتر عرضة، أكتر يعني فائدتهم من التطعيم هتكون أقل، فطبعا فما أقدرش أكتر عرضة للعدوى، فما أقدرش أحسب لهم نفس الحسبة إن هو أنت دلوقتي بس. فالسؤال ده داخل فيه عوامل كتير. عامل تاني، أنت تعرضت لقد إيه من الفيروس. ما هو مثلا لو واحد كان راكب أسانسير مثلا راكب أسانسير أو راكب عربية مع حد لمدة دقايق أو لمدة أقل من نص ساعة، ده مختلف من واحد راكب طيارة مسافر من أمريكا لمصر مثلا. ده واحد قاعد في الطيارة من نيويورك لحد القاهرة، دي 10 ساعات 11 ساعة، تخيل قاعد جنبك بقى. فكمية الفيروس اللي الواحد ممكن ياخدها جسمه مختلفة تماما عن الكمية اللي الواحد ياخدها لو واحد بس نزلت معاك في الأسانسير. فده برضو عامل لازم ناخده في الحسبان، إن إحنا جسمك اللي هو الجيش الأولاني ده، أنت لو دخلت عليهم كذا شخص يعني من 4 5 أنفار هنقدر نتعامل معاهم بسهولة. لكن لو دخلت عليهم بجيش تاني وهم بس خط الدفاع الأول، لا، الجيش طبعا الخط ده مش هيقدر يصمد كتير، رغم إن هم في الحالتين نفس الفيروس، نفس العوامل الخارجية، فدي النقطة اللي عايز أوصلها، إن ما نقدرش في حالات زي حالة السارس كوفي 2 بأسباب كتير ما نقدرش نحدد بطريقة دقيقة إن أنت هتفضل انت كويس لمده قد ايه. قال لي بقى، لو واحد قال لي انا ما عنديش اي مشكله، انا جهاز المناعه انا كذا كل حاجه، ما باخدش ادويه، ما فيش اي امراض مزمنه، الفيروس مش هيتغير، طبعا ما حدش يقدر يضمن الموضوع ده، بس لو فرضنا ان واحد ضامن الموضوع ده، ساعتها اقدر اقول لك خلاص، يبقى انت المفروض ان انت 6 شهور اكيد كويس، ممكن كمان تقعد سنه مستريح تماما ما فيش حاجه، طول ما الفيروس ما اتغيرش السنه دي بعد التطعيم الارنبي. بس طبعا ما اقدرش اقول الكلام ده لاي حد، وما اقدرش اقوله كحاجه جماعيه للناس كلها. طب في يا دكتور ناس بتقول هم أصيبوا بالمرض اللي احنا بنحاول ان احنا نحميهم بيه عن طريق اللقاح، يعني مثلا حد اتصاب بكوفيد بالمرض نفسه. الناس دول بعض منهم بيبقوا شايفين ان خلاص يعني مفيش أهمية ان انا اخد لقاح او تطعيم لان انا اتصبت خلاص بالمرض قبل كده. ممكن حضرتك توضح لنا ايه اوجه التشابه او الاختلاف ما بين الرد الفعل المناعي لإنسان اخد لقاح بالنسبة لإنسان تاني اتصاب بالفيروس نفسه؟ اعتقد كمان الموضوع مش بس ليه علاقة بالكورونا، اعتقد بقى فيه زي يعني حاجة ماشية او موجة كده ماشية، ان الناس بتقول ان حتى الحاجات التانية غير الكورونا، يعني ايه المشكلة لما تيجي للطفل وما ياخدش التطعيم؟ يعني هو تيجي للطفل وهو يكون مناعة منها طبيعية، يعني كوت ان كوت، ومش ساعتها مش هيحتاج التطعيم او كده، خلاص جسمه هيكون مناعة. فلو نقدر برضو نتكلم عن الموضوع من ناحية الكورونا ومن ناحية الأمراض التانية اللي الأطفال في العادي بتاخد ضدها تطعيمات. يعني ده نقطة مهمة جدا طبعا، إن هو إزاي إحنا جسمنا بيتعامل مع الحالتين بنفس الطريقة. إن هو الحاجتين في حالة في حالة التطعيم أو في حالة العدوى، دي أجسام غريبة داخلة على جسم لازم يتم التعامل معاها. في حالة التطعيم إحنا بنبقى عارفين بالظبط الكمية، وفي دراسات اتعملت علشان تعرف إن الكمية اللي بنحطها في التطعيم كمية الجسم يقدر يتعامل معاها. يعني كمية الفيروس اللي هو أو كمية ال RNA نفسها، تقدر معمول حاجة اسمها دراسات تضمن إن الكمية دي آمنة، وإن الجسم مش هيتفاعل معاها أو يتعامل معاها بطريقة مبالغ فيها فيسبب ضرر أكتر من نفع، من إن هو الواحد فدي حاجة طبعا مش موجودة خالص في موضوع العدوى،
لأن زي ما قلنا العدوى دي تختلف بظروف العدوى، ظروف العدوى نفسها. فدي أول حاجة، إن الفاكتور بتاع أو العامل بتاع إن هو كمية الجزء أو العوامل الخارجية أو الأجسام الأجنبية اللي هتخش علينا دي مختلفة تماما في الحالتين، بس إحنا نتعامل معاهم في الاتنين كأنهم لازم أجسام غريبة لازم يتم التعامل معاها. في حالات الفيروسات، في حالات الأطفال، في حالات كتير، في أغلب الأحيان أنت عما يجيلك العدوى فعلا أنت هتكون مناعة. لو أنت طبعا ما يعني العدوى دي ما سبتش ان انت تموت، او ما سبتش ان انت ما كانتش عدوى يعني شديده قوي، لان جهاز المناعه لما يكون في عدوى شديده قوي، العدوات اللي هي الناس اللي بتقدر تخش المستشفى وتقعد اسبوع واتنين ويحاربوا، جهاز المناعه ما بيطلعش بفايده كبيره قوي من العدوى دي. حتى لو انت عشت بعد الاسبوعين دول بيبقى جهاز المناعه اتاثر بالموضوع ده، او ما قدرش يكون ذاكره كويسه. لان كان الفكرة إن أنت تكون خلايا ذاكرة تتعرف، ودي أهم نقطة في الفاكسينات أو في التطعيمات، أنت تكون خلايا ذاكرة قادرة بعدد كويس وقادرة إن هي تتعرف على. لكن لما يكون الجهاز المناعة الهم الأكبر ليه إن هو إزاي يقدر يحمي الإنسان من يموت في فترة إن هو خلاص في بيحصل خلل في طريقة التعامل. فبيبقى موضوع ان انت تكون خلايا ذاكره ده مش من الاولويات خالص، مش من اولويات الجهاز. من الاولويه دلوقتي ان انت الانسان ده يعيش، ان الجسم ده ما يروحش، لان هو دي فائده الجهاز، او ده الغرض الرئيسي. ان هو لو هو راح مات الانسان خلاص ما فيش ايه الفايده ان هو عمل مناعه للانفكشن او للعدوى. فاحنا عندنا في درجتين لازم نمشي بينهم. لازم نعرف العدوى فعلا احنا نقدر نكون مناعة، وفعلا لو واحد فعلا جاله عدوى من الفيروس اتأكد مش بس جاله برد وقال لك أكيد دي الكورونا، بس اتأكد إن العدوى دي فعلا كانت كورونا، وكانت عدوى مش شديدة، يعني كانت حاجة بسيطة والشخص الفلاني ده خلاص يعني خف وخلاص. بعد ده ممكن تعتبرها كأنها جرعة، كأنك أي واحد تاني خد جرعة، لأن الجسم خلاص اتعود على الموضوع. الفكرة بقى إن الشخص ده بياخد زي إيه اللي إحنا بنقول عليها ريسك. بياخد الريسك ده ليه؟ لأن هو أولا مش عارف إن العدوى اللي خدها دي هو خدها طلعت ضعيفة الحمد لله، بس ممكن كانت تكون عدوى شديدة. بس أنت لما تاخد العدوى أنت بتخلي الفيروس نفسه يبدأ يحصل له تكاثر، وبغض النظر هتبدأ تنقله، لأن أنت هتبدأ تعطس، هتبدأ تكح، وهيبدأ الفيروس يطلع وينتشر. المشكلة بقى لو احنا كلنا فكرنا ان ما احنا ناخد العدوى، انا صحتي كويسة، انا لسه صغير في السن، انا ما عنديش حاجة مشكلة، طب ما ناخدها وخلاص بقى. طب ما اذا كده لو كمجتمع لو كلنا فكرنا بالطريقة دي، في ناس عايشة جده، واحد عايش مع جده او جدته اللي هم عارفين ان جهاز المناعة بتاعهم ما يستحملش. طب فانت لو كل واحد فكر في كده احنا هننقل الفيروس للناس اللي هم ما عندهمش الاستعداد ان هم يتعاملوا مع الفيروس. الناس اللي عندها امراض مناعية مزمنة، الناس اللي عندها كانسرز، الناس اللي بتاخد أدوية مثبطة للمناعة، في حاجات كتير. فدي الفكرة. احنا لو ما عندناش الاوبشن بتاع التطعيم احنا ما عندناش اوبشن، لكن لو احنا عندنا خيار التطعيم يبقى احنا نقدر نعمل الحائط مناعي، نقدر كمجتمع نتصدى للفيروس ونتصدى لانتشاره بطريقة. ودي أهم حاجة في موضوع التطعيم. لو احنا فكرنا فيها بفكر شخصي ولا فكر يعني الكسب فيها، أو إن إحنا نحقق حاجة كمجتمع أهم بكتير إن إحنا نحقق حاجة كشخص. لأن إحنا لو اتعاملنا كل واحد بشخصه أو أنا هعمل إيه أو إيه اللي هيحصل لي أنا، طبعا ممكن ساعتها كل واحد يوزنها ويقول لك ممكن أنا مناعتي من الانفكشن أو من العدوى تكون أحسن، بس إحنا كمجتمع هنكون هنخسر. أعتقد يا دكتور كمان في موضوع الكورونا بالذات، يعني حتى لو الإنسان برضو بيفكر بشكل يعني أناني، بيفكر في نفسه بس، مثلا هو برضو لو حسبها ممكن يلاقي إن المخاطرة بتاعت إنه يجيله كوفيد الطويل أو الأعراض اللي بتستمر بعد الكورونا هي برضو فرصتها مش صغيرة، حتى لو إنسان صحيح. يعني هو يعني ممكن حضرتك تتكلم على العدوى الحادة، مثلا ممكن شخص لو هو صغير في السن او يحسبها يقول يعني انا احتمال اني اتعب جامد ممكن مش كبيرة، بس احتمال ان هو بعد كده يجيله اعراض حتى لو هو صحته كويسة وصغير في السن. اعتقد ان هي ممكن تبقى 10% مثلا، وده رقم مش صغير مقارنة بان التطعيم يعني هيمنع ممكن يمنع حاجة زي كده.
فحتى برضو يعني التفكير الأناني للأسف الشديد اكتشفنا أيام الكورونا إنه زايد يعني أكتر من إحنا تخيلناه شوية في المجتمع. بس برضو حسبتها مش مظبوطة قوي من الناحية دي، مش كده ولا إيه؟ وحاجة مهمة، أنت متفق تماما معاك في الموضوع ده، وحاجة مهمة لازم أقولها، من التفكير ده مش بس كان عندنا في مصر، التفكير ده كان موجود في تقريبا في كل حتة تقريبا في كل كالتشر، يعني ملهوش دعوة إحنا في مصر أو لينا إحنا في المنطقة كلها. لا، الموضوع ده موجود في كل حتة، ملهوش دعوة حتى. الحاجة الغريبة إنه ما كانش ليه دعوة حتى بدرجة التعليم. كان ممكن واحد يقول يمكن في ناس متعلمة أكتر، في ناس نسبة الناس الأميين أكتر أو أقل. ملهوش دعوة، في ناس في دول كاملة كتير جدا، ومش عايزين نقول يعني، في أمثلة كتير ومعروفة كان ما عندهمش نسبة أمية خالص، وكان فيها المشكلة دي. دي حاجة ممكن نقول عليها حاجة في خصال البني آدمين يعني. فدي حاجة للأسف دي برضو ممكن نتغلب عليها بالتوعية، واللي انتوا بتعملوه دلوقتي ده من جزء منه، ان هو التوعية، ازاي نعرف نفهم الناس، او نفهم، مش لازم نفهم الناس اللي حوالينا حتى، ايه الفكرة من ازاي جهاز المناعة بيشتغل، وازاي جهاز المناعة بيتعامل مع التطعيمات ومع العدوى. موضوع اللي هو اللونج كوفيد، او الحاجات الامراض اللي هي طويلة الاجل، اللي حاجة من الحاجات اللي احنا مش احنا كعلماء شغالين في الموضوع ده او بنحاول نفهم الموضوع ده. الموضوع ده غريب جدا، لانه فعلا مش عارفين له سبب، وفي عدد كبير من الناس وكتير منهم صغيرين في السن جالهم العدوى في سنة 2020، يعني داخلين دلوقتي أكتر من 3 سنين أو حوالي 3 سنين. وفي أعراض ما زالت مستمرة، رغم إن هم ما عندهمش أي فيروسات نقدر نحددها، مش قادرين نشوف أي فيروسات في الجسم بتاعهم. بس لحد دلوقتي بيشتكوا من الإجهاد، بيشتكوا من حاجات مختلفة. في ناس بتشتكي من السمع أقل، الشم لسه مرجعش زي من الأول. في ناس بتشتكي إن لأ، ده في ضبابية في التفكير، في ضبابية مش عارفة أفتكر، مش عارفة أفكر بنفس الطريقة. أنا كنت في الأول بجري كل يوم الصبح، كان بيجي لنا ناس بيقولوا أنا بجري كل يوم، ناس رياضيين، ناس بيقول أنا مش قادر. فالتغيير ده حصل، تغيير يعني هو إن شاء الله مش هيكون دايم، بس في نفس الوقت إحنا مش فاهمين إيه اللي حصل. فانت بتاخد المخاطره زي ما انت قلت بالظبط، انت بتاخد المخاطره لما بتاخد العدوى. طب والله، طب فكره التطعيم ان هو ممكن يجهز الجسم ان هو يقدر يتعامل بسرعه، الفيروس نفسه ما يقدرش يتكاثر بدرجه كبيره ان هي تسبب الحاجات اللي احنا مش عارفين هي اصلا سببت ليه. يعني لحد دلوقتي مش عارفين هل الفيروس سببها بدرجه مباشره، هل الفيروس مثلا دخل على خلايا عصبيه معينه، ولا علشان الفيروس قدر يتكاثر بدرجة معينة الجسم. وده برضه هيختلف من بني آدم لتاني، الجسم اتفاعل بطريقة مبالغ فيها، فحصل ضرر لخلايا كانش المفروض تتأثر. في حاجات احنا بنحاول نفهمها دلوقتي. طبعا خلال تاريخنا كله كان في حاجات كتير، كان من 100 سنة كان في انفلونزا موتت أكتر من 50 مليون بني آدم. للأسف بنفهم حاجات كتير، بس بعد ما الموضوع يمر ب10 سنين 15 سنة بنبدأ نفهم. فاحنا لسه عايشين في موضوع الكورونا، وممكن بعد 10 سنين هنبدأ نفهم الحاجات دي كلها. بس المفروض الواحد ما يخاطرش في الفترة دي إن هو يقول لا أنا نفسي وأنا دي الفكرة. أعتقد يا دكتور زمان من سنتين ثلاثة لما التطعيمات نزلت، ناس كتيرة كانت متحمسة إن هي تاخدها وكانوا بيسجلوا ويقفوا طوابير. بس دلوقتي لما بيسمعوا عن مثلا جرعة منشطة إن هي بقت متاحة، الحماس اللي كان موجود زمان ده قل كتير. فأنا عارفة حضرتك تطرقت من شوية الجرعة المنشطة وتأثيرها بيبقى عامل إزاي. إيه النصيحة اللي حضرتك تديها لهم دلوقتي في 2023 بالنسبة لتطعيمات الكورونا؟ إيه الحاجة الجديدة اللي الجرعة المنشطة ممكن تديها لهم ما أخدوهاش في الجرعة الأولية اللي اتاخدت في الأول؟ هو لسه الموضوع ما تحددش بطريقة رسمية، إن هنا ال FDA مثلا بيحدد إن هو إيه هو التطعيم. زي الإنفلونزا، إحنا متخيلين إن الكورونا هيبقى فيروس موسمي، هيبقى فرصة إن الواحد يتصاب بيه في الشتاء هتبقى أكتر. فالواحد لازم يكون جاهز. الأعداد دلوقتي، أعداد الوفيات، الناس اللي بتروح المستشفى قلت بكتير طبعا من اللي احنا كنا بنشوفه من سنتين. فدلوقتي طبعا درجة ان هو الواحد يكون خايف، او الواحد يكون
قلقان من الموضوع، وده الطبيعي، قلل بكتير، ودي حاجة كويسة. كلنا فرحانين بالموضوع ده، فرحين باللي حصل ده دلوقتي. غالبا، وده يعني ده بقى الموضوع يعني لازم واحد يعرف. يعني هنستنى الاف دي اي في الموضوع، بس هو غالبا ان الجرعة المنشطة هتبقى جرعة متكونة من آخر، أو من الآخر من المتحورات. يعني متحور اللي هو قدرنا نعرف إن هو متحور اللي هو السائد حاليا. فهتبقى جرعة متكونة من المتحور ده، وممكن تتاخد في تقريبا شهر في شهر 9، لأن أو شهر 9 ده يبقى بداية قبل الشتاء ما يبدأ. فده احنا عارفين ده الموسم بتاع الإنفلونزا والفيروسات اللي بتسبب الأمراض التنفسية. فاحنا هنفكر إن هو ده غالبا هيكون الطريق. ممكن يكون الناس اللي زي اللي احنا الناس اللي احنا قلنا عليهم، اللي هم الناس اللي هم كبار في السن، الناس اللي عندهم أمراض مناعية، الناس اللي عندهم أي سبب ياخدوا ليه أو أدوية مثبطة المناعة، هم اللي غالبا هيكون ليهم الأولوية، أو هم اللي يكون ضروري إنه ياخدوا الجرعة المنشطة دي. أنا متهيألي لأي ناس، لو الفيروس ما اتغيرش، لو ما حصلش أي حاجة تخلينا نفكر إن الفيروس ده هيتحور تاني، أو ظهر متحور جديد تماما، لو ما حصلش واستمرينا على نفس الحال اللي احنا فيه دلوقتي، متهيألي هم الناس دول هيكون ليهم الأولوية، وهم الناس اللي متهيألي هيحتاجوا أكتر ناس تحتاج فيروس. الباقيين بقى هيختلف باختلاف أنت أو الشخص ده بيشتغل إيه، أو إيه هو الفرص إن هو أو هي يحصل لهم تعرض للفيروس. مثلا لو واحد شغال بيسافر كتير في طيارات، بيسافر كتير بلاد مختلفة، بيسافر كتير في كل حتة، بيدرس بيشوف طلبة، أو بيدرس بيشوف أطفال كتير، بيبقى موجود في بيئة معرضة إن هو أو هي تتعرض للفيروس. أنا رأيي إن هو ياخد جرعة منشطة، أو البني آدم ياخد جرعة منشطة، لأن هو أو هي هتبقى أكتر عرضة. في ناس تانية بتشتغل من البيت، في ناس تانية ما بتتحركش من البيت، في ناس تانية الفرصة إن هي تتعرض لحاجة زي كده، أو الفرصة إن هم مثلا مش ما بيكونش حد عندهم في البيت من الناس اللي هم كبار في السن، فهم مش خايفين، مش عايزين ينقلوها، مش عايزين ينقلوها للناس اللي لسه مولودين، للأطفال اللي لسه مولودة. فهو الواحد هيبقى ساعتها لازم يفكر إيه هي إيه هي المخاطرة، أو إيه هي الفرص إن هو يتعرض. بس أنا متهيألي إن هو مش هتبقى، لو ما فيش حاجة اتغيرت مش هتبقى حاجة ضرورية لكل واحد. شكرا يا دكتور. طب قبل الكورونا حضرتك كنت شغال على المناعة ضد فيروس الإنفلونزا، وكان الفريق بتاع حضرتك بيحاول يطور لقاح ضد الإنفلونزا يتاخد مرة واحدة وخلاص. ممكن حضرتك تكلمنا عن الأبحاث دي وإزاي استفدنا بيها لما حصلت جائحة كورونا؟ الأبحاث دي لحد دلوقتي مستمرة، لأن هي الموضوع لسه ما حلناهوش. موضوع الإنفلونزا مشكلة من يعني لو واحد فكر فيها من 1933، ودي السنة اللي احنا، وبالظبط 90 سنة. 90 سنة من أول ما عملنا، يعني عرفنا إن الفيروس اللي كل شوية كل سنة بيسبب الأمراض دي كلها اسمه إنفلونزا. كانت عرفنا عرفنا نشوف الفيروس، أو عرفنا نعمل له ايزوليشن، أو عرفنا ناخد الفيروس ده ساعتها. من ساعتها وإحنا عندنا المشكلة بتاعت الإنفلونزا، ولحد دلوقتي ما اتحلتش. هي مشكلة إن الفيروس نفسه فيروس شاطر قوي، لو عرفنا نقول الكلمة دي، شاطر قوي في موضوع التحور. فإحنا بنحاول إن إحنا نحدد شكل خارجي في الفيروس. الشكل ده ما بيقدرش يغيره لسبب ما. هل ما يقدرش يغيره لتغيير الشكل ده هيأثر على قدرته إن هو يتكاثر جوه الخلايا؟ فلو عرفنا نحدد الشكل ده، وعرفنا نعمل له أجسام مضادة، يبقى والأجسام المضادة دي كانت فعلا قدرت إن هي تدخل أو طريق الفيروس في التكاثر بتاعه، يبقى إحنا كده وصلنا لحاجة. قدرنا نعمل حاجة تقدر تحمينا، مش بس من الفيروس اللي هيجي السنة دي، من الفيروس اللي هيجي بعد 10 سنين، أو الفيروس اللي هيجي لنا مثلا من الطيور مثلا. أو ما كلهم، ما دي فكرة إن هو دي كمان حاجة مشكلة في الإنفلونزا، مشكلة كبيرة إن الفيروس ممكن يكون كامن في حاجات يعني إحنا لسه مش متعرضين، زي إنفلونزا الطيور مثلا. إحنا عارفين إن الإنفلونزا يقدر يعيش في الطيور، ويقدر لو يقدر يتكاثر في بعض الطيور، ويقدر يتكاثر في حاجات تانية كتير، في كائنات تانية كتير. ودي مشكلة مع الإنفلونزا، إن ساعتها لما يجي الفيروس بيحصل له تحورات جوه كائن تاني، ويجي لنا إحنا كبني آدمين ما بقناش عندنا أي مناعة ضده. فدي المشكلة الكبرى. فهو الموضوع طبعا موضوع كبير، إحنا لسه شغالين عليه لحد دلوقتي، واتعلمنا منه كتير. اتعلمنا منه
ازاي نقدر، فهمنا منه ازاي جهاز المناعة بتاعنا بيتعامل مع فيروس متحور. فده اللي خلانا بسرعة قدرنا نعرف لما السارس كوفي 2 بدأ يحور نفسه كفيروس، عرفنا ان احنا لا احنا محتاجين نغير زي الانفلونزا، محتاجين نغير تكوين اللقاح عشان نقدر نتابع مع الفيروس. بس احنا برضه في نفس الوقت اتعلمنا من السارس كوفي 2 للانفلونزا. احنا دلوقتي اتعلمنا ان طب ليه ما نستخدمش لقاح الار ان اي للانفلونزا، ودي حاجه احنا شغالين عليها دلوقتي في المعمل. طب ليه احنا ما نقدرش نتعلم يعني الانفلونزا بقالنا 70 سنه بنحاول نعمل لقاحات، طب ليه ما تجربش الار ان اي؟ ليه ما نجربش حاجات جديده نستفاد بيها زي ودي حاجات كل شركات كتير زي شركة فايزر، شركة موديرنا دلوقتي طورت لقاحات ضد الإنفلونزا عن طريق الام ار ان اي في طور الاختبارات حاليا، وممكن خلال سنة أو سنتين هتبدأ نشوف حاجات زي كده كتير. ودي حاجة مهمة، ودي حاجة احنا اتعلمنا من السارس كوفي 2 عشان. أعتقد إن فعلا الجائحة بتاعة الكورونا يعني ورتنا نجاحات كبيرة قوي في موضوع التطعيمات. يعني مكناش الناس تتخيلها إن حاجة زي ال RNA مرة واحدة استخدم في عدد كبير من الناس وعلى نطاق واسع، وبقى في أمل إن يبقى في لقاحات تانية لأمراض تانية كمان. بس هو برضو للأسف نفس الجائحة ورتنا إن في ناس كتير قوي قلقانة ومترددة وخايفة بزيادة قوي من التطعيمات. لو ممكن حضرتك يعني في ملخص سريع كده تقول ايه للناس اللي لغاية دلوقتي خايفة جدا من كلمة تطعيم سواء كورونا أو غير كورونا. التفكير في الموضوع ان احنا محاطين، يعني الواحد ممكن يكون قلقان من ان هو انا هدخل جسمي حاجة غريبة. ليه؟ هي الفكرة ان هو جسمنا سواء رضينا او لا بيتعامل مع اجسام غريبة او اشكال غريبة من الفيروسات، ومش بس الفيروسات والبكتيريا وكل الكائنات دقيقة طول الوقت، حتى في كل حاجة يتعامل معها. يعني الواحد لما يخرج من البيت يتنفس في الأكل، في أي حاجة بتدخل جسمنا بيدخل كميات مهولة، أعداد مهولة من الكائنات الدقيقة، وساعات بيخش جراثيم برضه، فجسمنا بيتعرض يتعامل معاها، فجسمنا متدرب على التعامل معاها. فموضوع الفاكسين احنا مش عايشين في حاجة معزولة تماما أو في جسم معزول تماما وفجأة هدخل عليه حاجة غريبة. احنا جسمنا متدرب أو جهاز المناعة متدرب إن يتعامل مع الأجسام الغريبة. إحنا بس بنعمل له تدريب بطريقة إحنا نقدر نتحكم فيها اللي هي التطعيم، نعمله تدريب. لكن هو جهاز المناعة في حالة تدريب مستمر وفي كل الأحوال، ولو جهاز المناعة ده ما كانش في الحالة دي ما كناش نقدر نعيش. فهو الفكرة الخوف، أنا خايف إن أنا هدخل جسم غريب جسمي. لا، جسمك بيتعامل مع الأجسام الغريبة عادي جدا. أول ما تروح أي حتة حتى في المستشفى نفسها ما فيش حد فينا ما بيتعرضش للميكروبات يوميا، والحمد لله في أغلب الأحيان جسمي بيعرف يتعامل معاه. فهي الفكرة إن هو بلاش نسمع كلام إن هو لأ أصل هو التطعيمات دي معمولة بغرض كذا، أو في أحيانا للأسف كلام غير علمي غير مدروس ملهوش أي أساس. إن لأ والله ده هو فعلا أنا، طب أنا هيجيلي، إحنا اتكلمنا في موضوع أنا هيجيلي العدوى، طب أنا هيجيلي كذا، أنا يعني هو الموضوع، يعني انا ما بلومش الحقيقه الناس، لان هو فعلا الواحد لو في للاسف دعايه الواحد مش عارف ايه سببها، ايه سبب الناس بتخوف الناس التانية عن الموضوع. الواحد لما يشوف حد قدامه عيان بيعرف ان في ناس كتير، احنا انا نفسي انا اعرف ناس كتير في مصر في ال3 سنين اللي فاتوا، في فتره في مصر ناس كلنا عشناها. يعني انا مش نفسي مش عايش في مصر، بس انا شفت اسمع فلان فلاني كتير ناس للاسف ماتت بالفيروس. فاحنا عندنا خطر حقيقي، خطر حقيقي. احنا ما بنتكلمش في خطر يعني ده انت لو ما خدتش التطعيم دلوقتي ممكن بعد 5 سنين يجي لنا حاجه. احنا ما بنتكلمش في كده، احنا اتكلمنا في حاجه احنا كنا عايشينها، كنا عايشين في وسطها، كنا شايفين الناس حوالينا بتاعية وفي ناس بتموت. دي كانت المفاجأة بالنسبة لي، إن إحنا في وسط الجو ده، في وسط المخاطر دي اللي هي فعلا كانت مخاطر حقيقية عايشينها، كان في ناس لسه بتفكر طب والله لا انا ممكن ما اخدش الفاكسين، لا ممكن الفاكسين ده او التطعيم ده ممكن يكون محطوط له كذا، او اللقاح ده ممكن يكون في حاجات معينه، في اغراض معينه الشركه عاملاها كذا. دي بالنسبه لي كانت حاجه محيره الحقيقه. انا مش ما فهمتش تفسير. بس يعني اهم شيء ان في الموضوع الواحد يفصل، يسال حد يكون على الاقل دارس حاجه
او يسمعش الكلام من حد مش دارس. مثلا سمعنا كتير التطعيمات بتتدخل في موضوع في الحمل، في فرص الحمل مثلا، حاجات ملهاش كانش ليها اي اساس علمي. احنا كلنا بناخد تطعيمات، كلنا بناخد تطعيمات مختلفة. التطعيمات بتتدخل في حاجات كتير يعني في كان كلام للأسف كتير قوي، ودي متهيألي درس لينا احنا كلنا كناس ندرس فيه هذا الموضوع، ان احنا برضو ما اديناش وظيفتنا بطريقه حتى يعني ان احنا نعلم الناس، نحضرهم ان لا والله في مخاوف الناس ليها حق تخاف منها. في ناس فعلا خايفه بجد، مش خايفه ان هو بس سمع كلام، هو عايز. في ناس عايزه تفهم، ودي كانت وظيفتنا، واحنا اتعلمنا الدرس من كورونا، ان احنا نحاول نوصل للناس، نفهمهم قبل ما نفتكر ان هو لا ده اكيد مش هيفهموا، دول كذا، دول مش ما عندهمش نسبة التعليم المعينة اللي هو عشان يفهموا الموضوع ده. دي برضو كانت غلطة من حتى هنا في أمريكا، كان نفس المشكلة. كان في مشكلة في إن إحنا نتواصل مع فئات كتيرة، وإن الناس هنا اتعلمت الدرس إن التواصل ده مهم جدا. واللي أنتوا بتعملوه دلوقتي حاجة مهمة جدا، لأن هو ده مش هيكون آخر جائحة للأسف. هو إحنا عارفين إن هو ما نعرفش، ممكن يكون إنفلونزا طيور، ممكن يكون، بس ده مش هيكون آخر جائحة، لأن هو كل العوامل في اختلاط بين الإنسان والطيور، في اختلاط بين الإنسان والحيوانات البرية والطيور البرية والخفافيش، وفي كل الكائنات دي فيها كميات فيروسات طبعا، وكميات كائنات دقيقة رهيبة. فاحنا ما نقدرش نعيش في معزل تماما عن البيئة بتاعتنا، والبيئة مليانة حاجات احنا نقدر نعمله، ان احنا نتعلم من الدروس بتاعت الجائحة بتاعت الكورونا، ونحاول ان شاء الله لينا احنا لما نكبر لأولادنا نوصل لهم إيه الدروس اللي احنا اتعلمناها، وايه اللي المفروض تعملوه لما تواجهوا جائحة جاية. دكتور علي، حضرتك عندك من العلم احنا ممكن نقعد نتكلم لغاية بكرة وهنفضل لسه مستمتعين حقيقي وبنتعلم. ربنا يزيد حضرتك من علمه، حقيقي حضرتك فخر لينا كلنا. انا بس كنت حابة اقول هو دكتور علي يعني متواضع جدا. هو نشر سلسلة من اهم الابحاث في مجال الكورونا والانفلونزا، نالت اهتمام واعجاب كبير من المجتمع العلمي في امريكا، وبيظهر في لقاءات كتير على وسائل الاعلام الامريكيه والعربيه. فكون ان حضرتك تاخد من وقتك وتقعد تتكلم معانا حقيقي يعني احنا متشكرين جدا. فعلا شرفتنا بالحضور ونورتنا. وبشكل شخصي كنت حابة اقول ان دكتور علي ليه فضل كبير عليا من بداية مشواري العلمي والبحثي. كان بيديني نصايح وبيشاركني رأيه وما زال مستمر الحقيقة. فشكرا جزيلا لوقت حضرتك، ونتمنى ان شاء الله في المستقبل حضرتك تيجي تنورنا مرة تانية نتكلم ونتعلم من حضرتك اكتر. انا متشكر جدا جدا ليكم انتوا الاثنين، وانا مبسوط. انا اتمنى ان انتوا تقولوا لي تعالى تاني في وقت تاني ان شاء الله. انا كنت طبعا هكون سعيد وفعلا متشكر ليكم انتوا، لان ان المجهود ده والمجهود اللي انتوا بتعملوه والبودكاست الجميل اللي انتوا بتعملوه، دي حاجة ان شاء الله هتنفع، ان في ناس كتير فعلا عايزة تتعلم، وان احنا في مصر عندنا ناس كتير تقدر تساهم في المستقبل. ان انت ممكن الواحد يساهم بطرق مختلفة، مش لازم كلنا نكون موجودين في المعمل، مش لازم كلنا موجودين في المصنع بتاع الأدوية، مش لازم كلنا موجودين نتكلم. أهم حاجة إن احنا نوعي لأن أنت ممكن تعمل اللقاح نفسه، وتعمل مليون لقاح وتحطه في الثلاجات وتحطه في كل حاجة، بس اللقاح ده لازم الناس تستخدمه عشان يكون له فايدة. لازم الناس تكون فاهمة ومقتنعة، ودي حاجة مش سهلة جدا. فأنا متشكر لكم جدا، وربنا يوفقكم بإذن الله. شكرا جزيلا لحضرتك يا دكتور، حقيقي اتشرفنا بجد بحضور حضرتك. شكرا جدا. نتمنى تكون حلقتنا النهاردة عجبتكم. الأبحاث بتاع الدكتور علي هنحطها مكتوبة تحت في الوصف بتاع الفيديو. ما تنسوش تشتركوا في قناة البودكاست واليوتيوب عشان تسمعوا حلقات جديدة من برنامجنا، وتفعلوا زر الجرس عشان يجيلكوا إشعارات لما ننزل حلقات جديدة. ولو في موضوع معين حابين نتكلم فيه، تقدروا تتواصلوا معانا على فيسبوك وإنستجرام تحت اسم رضوى أن رضوى، أو تسيبوا لنا تعليق على فيديو اليوتيوب. شكرا لوقتكم، ونشوفكم في الحلقة الجاية إن شاء الله.